لما هند رستم تقرر ان هي تتحدى محمود المليجي، تفتكروا ايه اللي ممكن يحصل؟ هند رستم رغم شخصيتها القوية وحضورها الطاغي الا انها كانت بتخاف من محمود المليجي، لدرجة انها ما كانش عندها الجرأة انها تناديه باسمه، وكانت بتعمل له الف حساب. وفي يوم قررت هند رستم انها تتحدى محمود المليجي، وهما بيصوروا احد المشاهد لفيلم ليهم هما الاتنين. المعروف ان المليجي ممثل متمكن جدا، لدرجة انه بيسرق الكاميرا من اي ممثل بيقف جنبه. المهم في المشهد ده اكتشفت هند رستم ان المليجي بيسرق منها الكاميرا بحركة بسيطة عملها، رغم ان المشهد مفروض هي بتتكلم وهو مش بينطق بولا حرف. بس اتفاجئت ان المليجي اخد وردة من الفازة اللي قدامهم وبدأ يقطع في اوراقها بطريقة ملفتة. عرفت انه بيسرق منها الكاميرا، راحت خاطفة من ايده الوردة بسرعة وقالت له لما اتكلم تسمعني، ودي كانت كلمة خارج النص، وسرقت هي منه الكاميرا. المهم ان المشهد اول ما خلص، هند طبعا كانت عارفة هي عملت ايه، راحت